السلام عليكم. القلق والمشوش. جالي كومنت في واحد من الفيديوهات يطلب مني الفرق ما بين الاتنين، والحقيقة الفرق ما بين الاتنين جميل جدا انه يكون واضح ليكوا، خصوصا لو انت من اصحاب التعلق القلق او انت البارتنر بتاعك متعلق قلق، فجميل جدا ان انت تعرف عنه اكتر. انا اتكلمت عن التعلق القلق باستفاضة كبيرة جدا في فيديو لوحده، هسيب لكم اللينك بتاعه، جميل ان انتوا تتفرجوا عليه وتعرفوا بالتفصيل، لاني متكلمة على كل حاجة تخص التعلق القلق. والحقيقة انا بشفق جدا عليهم. انا بشفق على اللي بيتعامل مع المتعلق المتجنب، وبشفق على المتعلق المتجنب في اغلب الاوقات، لكن بحس ان انا قلبي بيوجعني كده على الناس اللي عندهم تعلق قلق، لان هم حقيقي غلابة. حد حبيبي على طول قلقان، حد في كل تصرف بيصرخ يقول أنا قلقان، حد بيعمل تصرفات ممكن تضايق قوي اللي قدامه وتخلي اللي قدامه يهرب منه وتحسس اللي قدامه إنه مضغوط. لو هو مش فاهم إن اللي بيتعامل معاه ده قلق ممكن يسيبه ويجري، لكن لو فهم هيعرف يطمنه إزاي ويعرف يتعامل معاه إزاي، وحقيقي الحياة هتبقى أسهل بكتير جدا في التعامل. القلق والمشوش، يا ترى هم حاجتين منفصلين ولا هما الاتنين بيأدوا لبعض؟ تعالوا الأول نرجع للبدايات. دايما بنتكلم عن التربية، وهي أساس كل المشاكل اللي احنا فيها. يا ترى اللي خارج من أو صاحب التعلق القلق ده خارج من البيت ما كانش حد مهتم بيه، أو كانوا قاسيين معاه، أو كانوا وحشين معاه؟ الحقيقة بالعكس، ده ممكن يكون خارج من البيت محب جدا، عطوف جدا، حريص جدا، كارن جدا. ممكن يكون خارج من عند أب وأم مقاتلين نفسهم علشانه، جايين على نفسهم علشانه، لكن حبوه الحب زي الدب اللي قتل صاحبه. حبوه حب قتلوا فيه كل الثوابت وعواميد الأمان اللي في حياته. اعتمدوا على حبهم اللي من وجهة نظرهم هو كافي جدا، وما يعرفوش أو ما فكروش إن هم مش هيعيشوا طول عمرهم، ومش هيفضلوا بقوتهم طول عمرهم، ومش هيفضلوا مسيطرين طول عمرهم، مش هيفضلوا موجودين ليه طول عمرهم. فبالتالي ما جهزوهوش للمستقبل، وما كانوش الخطة المناسبة ليه عشان يعرف يكمل في المستقبل. ممكن يكونوا حبوه جدا لكن بحب مشروط، من جواهم ممكن ما يكونش كان مشروط، لكن ده اللي وصل للطفل اللي قدامهم. انت النهارده كنت كويس قوي، انا بحبك. انت النهارده غلطت، انا زعلان منك، انا ما بقتش بحبك زي الاول. انت النهارده تستاهل حبي، انت النهارده حبي ده ما تستاهلوش، انت هتتحرم النهارده من حبي. انت كنت على قد توقعاتي، انت تستاهل كل جميل، انت خذلتني، فانت ما تستاهلش اديك اي حاجه من اللي انت بتاخدها دلوقتي. انا مديك كل الاهتمام عشان انت محقق لي اللي انا عايزه، انا هشيل منك الاهتمام عشان انت ما عملتليش اللي انا عايزه. سخن وبارد، سخن وبارد. فالطفل بيبقى حاسس ان هو مش عارف هو محبوب ولا مش محبوب، هو مرغوب فيه ولا لا، هم بجد مهتمين بيه ولا لا، هم عايزين يستغلوه عشان يحققوا اللي هم ما عرفوش يحققوه، ولا هم بجد مؤمنين بيه وشايفين ان هو يقدر وان هو يستحق وان هو قادر ان هو يعمل كل اللي مطلوب منه ده. سخن وبارد. يبتدي الطفل يتنازل عن حاجات كتير بيحبها عشان يرضي اللي قدامه، فيتعود لما يكبر انه يفضل يتنازل عشان يرضي اللي قدامه، وان رضا اللي قدامه ده هو الغاية اللي لازم هيفضل وراها عشان يفضل محبوب، علشان هو حاسس من جواه، الطفل اللي جواه بيصرخ ان انا ما استحقش ان انا اتحب من لا شيء، ما استحقش ان انا اتحب من باب الحب، ما استحقش ان انا اتحب عشان انا استحق ان انا اتحب. فيفضل يقدم تنازلات كتير جدا جدا عشان خاطر يرضي اللي قدامه، وفي نفس الوقت كل روابط الأمان عنده بتبقى متقطعة.
فيبتدي يعمل لنفسه روابط أمان تطمنه، رغم إن روابط الأمان دي بتخنق اللي قدامه. تدور في كل السوشيال ميديا أكاونت عشان خاطر تطمن إن هي مفيش حاجة تقلقها، تفضل متابعاه بكل المكالمات كل شوية عشان خاطر تبقى عارفة كل نفس وكل حركة بيعملها، لو اتأخر مع أصحابه، لو راح لأهله، لو قاعد مع أخواته، لو طول شوية في حاجة هو بيعملها، حتى الشغل تبتدي تحس إن هي قلقانة منه فتخنق. لو وقعت مع حد آمن ممكن يستوعبها ويحتويها، لكن يعني يا سواد ليلها لو وقعت مع متعلق متجنب مثلا، هي كده بتقتله وبتخنقه. وللأسف أغلب المتعلقين القلقين بيقعوا مع متعلق متجنب، هما الاتنين بينجذبوا لبعض، عشان كده أغلب المشاكل بتحصل. هي عايزة تطمن، هو مش واثق في اللي قدامه، مش عشان اللي قدامه دي وحشة، لا، عشان هو متربي على كده، هو مهزوز، هو خايف، هو غلبان حقيقي. مش معنى كده ان هو وحش وما عندوش ثقة في نفسه، لا 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 لا، ممكن يكون محقق نجاحات رهيبة، ممكن يكون متفوق جدا في شغله، متفوق جدا في علاقاته مع اصحابه، ممكن يكون شخصية مميزة جدا، لكن الطفل اللي جواه خايف. والطفل اللي جوانا بيطلع دايما في علاقاتنا العاطفية، للأسف الشديد بنتعرى قدام بعض، بنبقى على طبيعتنا قدام بعض، حقيقتنا بتبان واحنا قدام بعض، فكل اللي احنا مخبيينه بيبان قدام البارتنر بتاعنا. طيب ده واحد خايف، زي ما قلت لكم ارجعوا للحلقة بالتفصيل هتسمعوا كل ما ليه علاقة بالمتعلق القلق. الخوف ده خارجي ولا داخلي؟ لا، هو خايف لجوه بينه وبين نفسه، مداري خوفه ومبين تصرفات عكس الخوف اللي جواه، يعني مبينه ان هي مش فارق معاها، رغم ان هي من جوه هتموت لو سابها. اصحاب التعلق القلق لو البارتنر بتاعه بعد باي شكل من الاشكال هيحصل له حاجه حقيقي. مش ضروري تموت بمعنى الموت، احنا ممكن نموت واحنا عايشين، ياما ناس عايشين لكن تقول لك انا حياتي واقفه بقالها 10 سنين، انا ميته من 15 سنه، انا مبقاش عندي حياه. فاصحاب التعلق القلق لما البارتنر بتاعه بيبعد بشكل بقى بموت، بالسفر، بانفصال، هما بيموتوا بجد، لان هما بيبقوا حاطين كل حاجه في البارتنر بتاعهم. لكن لما بتكون العلاقه قائمه زي ما هما، اللي باين ان هي مسيطره على كل حاجه، عارفه عنه كل حاجه، مراقبه كل اكونتس السوشيال ميديا، عارفه كل تفاصيله، متابعاه، فباين ان هي مسيطره، باين ان هي قويه، رغم ان هي من جوه بتترعش ومرعوبه وخايفه. فالمتعلق القلق من جوه مش ظاهر لبره. طب والمشوش؟ هنا بقى نقطه الخلاف. المشوش بره باين ان هو متردد، باين جدا في كل تصرفاته، خوفه باين في تصرفاته، مش عارف ياخد قرار، متردد، بيفكر 1000 مرة، بيلوم نفسه مع كل قرار، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت ما عملت، يا ريتني كنت رحت، يا ريتني كنت قلت يا ريتني كنت وافقت. بيجلد نفسه 1000 مرة في اليوم، وبيموت نفسه عشان يرضي الآخرين. وده الكومن ما بينه وما بين القلق، إن رضا الآخرين ده غاية بالنسبة له، هو عايز يرضي الآخرين عشان خاطر يحس إنه مطمن، وعشان خاطر يحس إنه عمل اللي عليه، عشان خاطر يحس إنه محبوب. طب نرجع بقى تاني، إيه الفرق ما بين القلق والمشوش؟ القلق جوه، المشوش بره. القلق قلقه مش ظاهر عليه وعلى تصرفاته، المشوش قلقه ظاهر على تصرفاته. وكأن المشوش هي التطور الطبيعي للقلق. ما أنا هفضل قلقانة لجوه لفترة، لكن بعد فترة ده هيبان على تصرفاتي. هفضل قلقانة لجوه، لكن بعد فترة قلقي هيبان.
ترددي هيبان، خوفي هيبان، سيطرتي اللي انا فاكره ان انا مسيطر على الوضع كله هتبان ان هي هشه، وان هي مش قويه، وان هي كانت نتيجه ضعف. وكأنه المشوش هو خطوه متاخره جدا من الخوف والقلق، وكأنه المشوش هو علامه بتقولي انت في مرحله خطر بجد، اقف هنا، اطلب المساعده، ارجع لنمط آمن مطمن. انت ابتديت مش بس تخنق اللي حواليك، انت ابتديت تأذي نفسك بترددك وبخوفك. وكأنه المشوش هو الطفل اللي جواك اللي صرخ بأعلى صوته بيقول انقذوني. هل المشوش نمط لوحده؟ لا، ما اقدرش اعتبره ان هو نمط لوحده، لكن زي ما قلت لكم هو التطور الطبيعي للنمط القلق. هل ممكن ارجع لنمط آمن؟ طبعا ممكن جدا ارجع لنمط آمن. اشتغلت على نفسي، اشتغلت على الاسباب اللي خلتني اصلا قلقان، كان حواليا بيئة تساعد ان انا اكون آمن، ارجع جدا لنمط آمن. هل التربية هي الحاجة الوحيدة اللي بتؤدي لنمط القلق؟ لا، ممكن تحصل لي تروما او مشكلة وانا كبير تحولني لنمط القلق. هل النمط القلق مورث؟ طبعا الأم القلقانة والأب القلقان ممكن جدا جدا، ويعني في أغلب الظن إن هما بيخلفوا ولاد قلقانين. طبيعي إن أنت تكون عايش في بيئة قلقانة وبيئة متوترة إن أنت تطلع قلقان ومتوتر، خصوصا لو عندك القابلية إن أنت تبقى قلقان ومتوتر. في ناس تركيبتهم النفسية صلبة قوية، دول ممكن يقاوموا، وفي ناس تركيبتهم النفسية هشة ضعيفة. لو طلعوا في مجتمع وبيئة قلقانة كده طبيعي جدا ان هم هيبقوا قلقانين. طيب لو انا طالع من البيئة دي كده وانا اصلا عندي استعداد ان انا اكون قلقان ومن نفسية هشة، ممكن اطمن. ممكن لو اشتغلت على نفسك وخدت القرار وابتديت وطلبت المساعدة من اللي حواليك وكانت حواليك بيئة آمنة. يعني فيه أمل إني أطمن، إن السؤال ده بسأله كتير جدا. أيوة، مش ضروري تتحول لنمط آمن، بس ممكن تطمن. ممكن ربنا يرزقك بشريك حياة يطمنك، يديك كل وسائل الاطمئنان. مرة واثنين وثلاثة واربعة لما تجربوا تلاقي نفسك ان انت حقيقي مطمن، حقيقي مش محتاج ان انت تقلق كده، حقيقي حاسس ان انت محبوب بجد، مش تحت التجربة. وده مهم جدا، الاحساس بالامان والاطمئنان. ده كان سؤال اتسألته، وده يبين اهمية تفاعلكم معايا، وان انتوا تكتبوا لي كل اسئلتكم وكل الحاجات اللي انتوا محتاجين ان احنا نتكلم فيها. اتمنى لو الفيديو كان عجبكم ان انتوا تعملوا لايك وكومنت، لان ده بيفرق جدا مع انتشار القناة، وشير طبعا دي هتبقى حاجة لطيفة جدا. واسيبكم دلوقتي في رعاية الله. السلام عليكم.